السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل اكله حلوه قوي وسهله وبحاجات بسيطه كده موجوده عندي في البيت. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. كان عندي طحال صغير كده ومخ برضو صغير جدا، وعندي مخاصي والحلالي، فقلت بقى اعملهم اكله كده صغيره سندوتشات. حطيت حلة صغيرة على النار وحطيت فيها بصلية صغيرة وورقة لورا وفلفل اسود حبوب، وسبتها لما تغلي. واول ما غليت نزلت بيها بالمخ بتاعي. زي ما قلت لكم عندي مخ صغير خالص، طبعا شطفته كده بالراحة لان هو ما بيستحملش. حطيته كده اسلقه. خلي بالكم ما المخ ما يغيبش على النار، يا دوبك غلوتين وهطفي عليه. طلعت المخ وفي نفس المية رحت حاطة الطحال، برضو الطحال صغير جدا زي ما انتوا شايفينه كده، بس قلت استغل كل دول غدوايه كده تبقى سهله. نزلت بالطحال في الميه وهسيبه عشان الطحال هياخد سوا شويه. الطحال معايا استوى زي ما انتوا شايفين كده. وكمان كان عندي كليتين، فالكليتين دول طبعا بيتعملوا نيين، بس انا عشان بحب الحاجه بتبقى مستويه كويس رحت سلقاه. يا دوبك غلوتين كده، نص سلقه، علشان خاطر يبقى طري معايا. ومعايا طبعا الحلال ديت، انا نضفتها غسلتها ونضفتها كويس قوي وسلقتها اكني بسلق لحمه او فراخ بالظبط. وشايفين لونهم بيض ونضاف وزي الفل. وكان عندي برضو خيسيتين كده. طبعا الخيسية بتبقى بيضاوية، شكلها بيضاوي وتبقى فيها غلافة من بره. طبعا فتحتها كده بالسكينة بالطول ورحت مطلعة المخاصي من جوه وقسمتها على اتنين. بصراحة مش أنا اللي أسماهم، هو الجزار جايبهم لي جاهزين كده. أنا بحسبه هيجيبهم لي زي ما هو جاهزين زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى الحلالي كده وهقطعها قطع صغيرة طبعا كلها. يا بصي مستوية وبتتقطع معايا بكل سهولة. وطبعا بيبقى فيها دهون كتير شوية، فممكن تروحي مطلعاها. أنا سايبة من الدهون حاجات بسيطة علشان تديها طعم. وممكن تفتحيها كده أو تسيبيها زي ما هي. قطعتها كده كلها زي ما انتوا شايفين. وطبعا جايبه بقى ايه بصلتين كده مقطعين شرايح رفيعه، وفلفل الوان وفلفل اخضر. طبعا لو بتحب السبايسي برضو ممكن تحطي. هتبقى طعمها حلو جدا، بسيطه وطعمها حلو جدا. وهبتدي بقى اقطع الكليتين واللي هو الطحال. اخدت الكليتين كده انا سلقاهم، بس ايه يا دوبك غلوتين، مش يعني مستويين نص سوا، ما سويتهمش قوي عشان زي ما قلت لكم انا بحب الحاجه تبقى مستويه. هقطعها كده طرنشات رفيعه ولسه بقى هنكمل سواها. قطعتها طرنشات كده رفيعه زي ما انتوا شايفين كده، وهحطها في طبق. وهاخد بقى الطحال اقطعه برضو طرنشات رفيعه. طبعا الطحال مستوي سوا كامل. هقطعه كده طرنشات رفيعه زي ما انتوا شايفين كده. طعمه بقى بيبقى تحفه، حلو جدا وتحفه. ده بيتعمل بقى سندوتشات كده بشويه ملح وشويه كمون، تبقى الله على الجمال. قطعه طرنشات كده زي ما انتوا شايفينه، واحطه برضو في طبق كده على جنب. وهقطع بقى المخ زي ما قلت لكم صغير قوي كده، بس بيبقى طعمه حلو جدا. طبعا ده سلقته ما بياخدش وقت في السوا، يا دوبك غلوتين بس، ما بزودش عشان ما يتهرش مني. هقطعه كده طرنشات رفيعه. طبعا لو كان كبير كنت عملت بقى ايه دقيق وبيض وبقسماط، لكن لا انا هشوحه مع بقيه الحاجه. واحطه برضو في طبق على جنب. بعد كده بقى هجيب المخاصي بتاعتنا. المخاصي طبعا انا قلت لكم هي بتبقى اتنين، كل واحدة بتبقى متقطعة على جزئين. هاخد بقى كل جزء منها هقطعه على 4 قطع. مش هنقطعه رفيع علشان بيكش في السوا معانا، لازم كده نخليه قطع كبيرة شوية. يعني كل قطعة زي ما قلت لكم هقطعها على 4. قطعت كله كده. يلا بينا بقى على البوتاجاز. حطيت طاسة على النار وحطيت فيها نص معلقة سمنة كده، لو بلدي الله تبقى حلوة جدا. ونزلت بقى بالبصلتين اللي احنا مقطعينهم شرايح رفيعة. ودول بقى مش هديهم لون، انا هفضل اقلب فيهم هشوحهم بس. وانزل عليهم بحتة من التوم المفروم، واقلبهم كده لغايه ما يتشوحوا. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان بتاعتنا. الفلفل الالوان بيبقى معسل وطعمه حلو جدا. وطبعا معاه فلفل اخضر، ولو بتحب السبايسي تحطي، بيبقى طعمه حلو جدا. وهحط بقى معاهم ملح وفلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه، وهقلبهم كده مع بعض. بعد كده هنزل بقى ايه بالحلال بتاعتنا واديهم تقلبتين، واروح حطاهم بقى في طاجن زي ما انتوا شايفين كده.
احطهم، بصوا شايفين كان الحلالي واحدتين كده صغيرين، لما حطيت بقى البصل والفلفل ما شاء الله عملوا لي طاجن حلو. ومكان بقى التسوية بتاعت البصل والفلفل هاخد بقى البهاريز دي كلها احط فيها شوية مية واحطهم في الطاجن. طبعا مشغله الفرن على درجة حرارة 180، هدخله كده يشكشكوا مع بعض ونطلعه. وحطيت بقى صينية على النار، ولازم تسخن كويس جدا، مش هحط اي دهون، لازم تسخن كويس. او اول ما تسخن هنزل طبعا من المخاصي بتاعتنا، هنزل الاول بالحاجات اللي هي النية. حطيت كده المخاصي من غير اي زيت ومن غير اي دهون خالص، لان المخاصي بتنزل ميه. هسيبها على النار وافضل اقلب فيها كده لغايه ما تنزل الميه بتاعتها وتبخرها. شايفين الميه بتاعتها اتبخرت. بعد كده هنزل بقى عليها بشويه زيت، لما ما يكونش فيها ميه خالص انزل بالزيت، واقعد اقلب فيها كده وانزل عليها بقى بتوم مفروم وحته فلفل احمر كده مفروم. الله، يبقى سبايسي بقى والطعم يبقى تحفه. وملح وفلفل اسود برضو وكمون وشويه كزبره ناشفه، وهنزل عليهم بفلفل اخضر، طبعا بارد او حراق زي ما تحبي. واقعد كده اقلب فيهم لغايه ما يستوى معانا. وبعد كده ما يستوى اروح حطهم على جنب، واجيب بقى الكلاوي. طبعا الكلاوي انا زي ما قلت لكم انا هحطيها غلوتين عشان بتاخد سوا شويه وبتبقى جامده. اقعد بقى اقلب فيها كده واحط معاها حته تومه، ولو عايزه الفلفل الاحمر حراق ممكن تحطي، واحط عليها نفس البهارات، ملح وفلفل وكمون وكزبره. بعد كده اروح حطها برضو على جنب. وهجيب طحال، طبعا الطحال مستوي يا دوبك هيتشوح بس، وحطيت عليه شويه ملح وشويه فلفل بس. بعد كده بقى المخ بقى قلت بدل ما اعمله في طاسه لوحده، رحت على جنب كده في حته ما فيهاش اي حاجه، رحت يا دوبك شوحته تشويحه بس. والطبق بتاعنا شايفين طبق صغير وحاجته صغيره بس طعمه تحفه. وطبعا عشان الطبق الصغير جبت عليهم ربع كيلو كبده، بس ما صورتهوش وانا بعمله. طاجن الحلال طلع من الفرن مش هقول لكم، طعمه كان تحفة، طعمه حلو جدا. الفلفل الألوان والبصل مسكرينه وطعمه كان حلو جدا. وشايفين زودوا الكمية وما اقولكوش حلو جدا جدا، واخد بقى ايه التحميرة من فوق وطعمه جميل جدا. طبعا احنا ممكن ناكل الحاجات دي بالعيش نغمسها، ممكن نعملها سندوتشات زي ما انا عملت كده مع شوية طحينة، بس انا ما حطيتش فيهم طحينة، قلت اللي عايز طحينة يحط. فعملت كل سندوتش، عملت سندوتش مخ وسندوتش طحال وسندوتش الحلالي وسندوتش اللي هو المخاصي وسندوتش كبدة. والأكلة دي أكلت 3 أفراد. طبعا ده طبق لفرد واحد، في طبقين تاني زيه. أكلة كانت بسيطة وطعمها حلو جدا، وعلى فكرة مش بالكترة، حاجات بسيطة عملت منها وجبة غدا وأكلت 3 أفراد، وطعمها كان حلو جدا. يا ريت تجربوا الأكلة دي وهتعجبكم، بس أهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.